صلى الله على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قصة وعبرة. مرة وأنا كنت شغال بمحل بجدة، تأخرت بالدوام، جا واحد باكستاني دقدق الباب بوب 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 بوب، قسم بالله فجعني. تخيل ايش حصل. هو رجال جاي يدور المفتاح، بدل ما أعطيه المفتاح رقمت له بالمحفظة حقي فيها الإقامة والفلوس وكل حاجة تمام، المحفظة والمفتاح جبت له كلهم الاثنين سوا تمام. وبعدين رجعت يعني دخلت تروشت ورجعت أصلي، صليت مع المغرب، كان صليت المغرب ورجعت أقلب الغرفة كامل أدور بعد المحفظة حقي. لأن المحفظة حقي وين راحت وين سارت وين جت، ما رجعت قلت خلاص بنزل الشغل. نزلت الشغل، يا جماعة شفتوا لي المحفظة حقي؟ قال أيوه هذا المحفظة حقك. قلت له إيش وصلها لعندك؟ قال ليش نتضارب؟ قال لي كيف موصلة عندي؟ أنت رقمتها لي، جبتها لي أنت جبتها لي لما جيت أدق عليك الباب جبتها رقمت لي بالمحفظة بدل ما ترقم لي بالمفتاح. الله الفعل قسم بالله إنه وجع علي راسي صح. هذه القصة إن شاء الله بتشوفوا قصص والله في قسم بالله مواقف مضحكة ومهبلة وهبالة وجنان ومخبالة، خبالة. كنت صغير الحين الحمد لله عقلت شوية. أنا مجنون من البداية، لا تقولش إن عادنا إذا الحين جننت مشان طلعت بالتيك توك. أنا مجنون من صغري، لكن الحين عادنا عقلت شوية. في أمان الله، أشوفكم بمقطع آخر، ولا تنسوا تدعمونا والاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أنا أحبكم، أحمد أبو يونس. السلام عليكم.